راديو بويار اف ام. تجبر كل دكتور بري ناضل نأهستو دستو مل جاني من تجبر كل دكتور نأهستو دستو مل لاش من تجبر كل دكتور نأهستو دستو مل جاني من تجبر كل دكتور أهلا ومرحبا بكم أعزائنا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وضيف جديد من برنامج طبيبك الذي يبث أسبوعيا عبر أثير إذاعة بوير اف ام على الموجة الإذاعية 103.5 يوم الثلاثاء الساعة 6:30 مساء. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أهم الأمراض التي تصيب العظام وكيفية الوقاية والعلاج منها. يسعدني أن أرحب بضيفي الدكتور لازقين حسن، أخصائي بالجراحة العظمية وخريج جامعة دمشق. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيكم وبكل مستمعي راديو بيور اف ام.
يا أهلا وسهلا. شكرا لحضورك معنا اليوم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، بإمكانكم الانضمام إلينا عبر الهاتف الأرضي 429 101 أو عبر رسائل الواتس على رقم 09 38 280 814، وأيضا عبر البث المباشر على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك بويربريس/عربي. بداية دكتور، ما هي أسباب مرض هشاشة العظام وكيفية العلاج منها؟ هشاشة العظام مرض شائع، يصيب عادة الكبار بالعمر، عادة عند النساء بعد سن الضهي، يعني بعد توقف الدورة التبثية بفترة. نعم. عفوا. عادة يصيب النساء بعد توقف الدورة التمثية، والرجال بأعمار أبكر، يعني حوالي العمر الوسطي للإصابة حوالي 50 عند النساء، يبدأ بال50 عند النساء، وعند الرجال يتأخر بين 55 ل60 سنة. الأشياء حدوثه الأبكر عند النساء والأشياء عند النساء. نعم. هشاشة العظام هو نقص تمعدن العظم، نقص العناصر المعدنية الموجودة بالعظم. عادة المريض بيجي بآلام عظمية عامة. نعم. بيجي بأحيانا يكون العرض الأول لهشاشة العظم يكون كسر مرضي، يكون حدوث كسر إما بالمناطق الشائعة لحدوث كسور هشاشة العظم هي الورك وأسفل الساعد، وأحيانا الفقرات، خاصة الفقرات الظهرية والقطنية. نعم. الأسباب هو مثل ما حكينا أنه نقص العناصر، نقص التمعدن بالعظم، خاصة الكلس والفوسفور الموجود بالعظم بصير في تناقص وانحلال تدريجي. الأمر اللي لازم نلفت له أنه عادة ما بتبلش الأعراض تطلع إلا بعد ما يفقد العظم حوالي 30% من قوته أو من العناصر المعدنية الموجودة فيه. وعادة التشخيص بيكون بالبداية بإجراء ومضان عظم أو صورة بسيطة حتى أحيانا للعظم، لكن مثل ما حكينا الأعراض كألم وهيك بتبلش أبكر من الأشعة، يعني نعم. وجود العلامات الشعاعية بتتأخر شوية عن الأعراض. نعم. دكتور، كيف ممكن نتعالج من هشاشة العظام؟ هلا الوقاية خير من العلاج. عادة نوصي المريض بس يبلش عنده الأعراض بالتغذية الجيدة، التعرض للشمس، ممارسة الرياضة، تناول الأغذية والأدوية، الأغذية الغنية بالكلس، ولا مانع من الدعم بالكلس والفيتامين د. نعم. الدعم. دكتور، نأتي للحديث عن مرض المناقير. ما هي أسباب حدوث هذا المرض مع كيفية المعالجة منه؟ المناقير كلمة عامة. المناقير كلمة عامة لأنه المنقار ليس مرض. المنقار هو علامة شعاعية لظاهرة شعاعية، تبارز أو نتوء في العظم له أكثر من محل. لكن المناطق الشائعة اللي حدوث المناقير هي الفقرات سواء الرقبية أو القطنية. نعم. وأحيانا يكون المنقار بمناطق تانية مثل مفصل الركبة أو مفصل الورك، أو حتى أحيانا. دكتور، لو سمحت لي نذهب إلى فاصل وثم نكمل. أهلا وسهلا بكم من جديد. نذكر الأخوة المشاهدين أن بإمكانهم التواصل معنا عبر الرقم الأرضي 429 101، وأيضا عبر رسائل الواتس 09 38 280 814، وعبر البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك بويربريس/عربي. دكتور، وصلنا إلى مرض المناقير. مثل ما حكينا أخي محمد، المنقار هو عرض شعاعي أو ظاهرة شعاعية وليس مرض بحد ذاته. نعم. خاصة تطلع بمناطق، بأكثر من منطقة. أي منطقة يوجد فيها عظم ممكن يطلع فيها منقار. لكن مناطق الشعاعية الفقرات الرقبية والقطنية، وأحيانا بتكون بمناطق تانية مثل المفاصل الركبة، أو حتى
المنطقة الأشعة اللي الناس بتسميها مرض المنقار هو منطقة أخمص القدم. أخمص القدم. نعم، منقار عقب القدم هو الحقيقي، الاسم المضبوط، الاسم الدقيق له هو التهاب اللفاف الأخمصية، لكن عند العامة الشائع إنه هذا منقار، عنده منقار بإجره. نعم. فبيجي إنه والله دكتور عندي ألم بأسفل إجري، قالوا لي عندي منقار أو شغلة هيك يعني. فالمقصد الحكي إنه المنقار ليس مرض، هو ليس مرض. ممكن يكون في هناك منقار، نعم. مناقير بالفقرات الرقبية أو القطنية أو حتى بالمفاصل وحتى بأخمص القدم، لكن غير مسببة للأعراض. فوجود المنقار بحد ذاته ليس مرض. دكتور، ما هي أعراض حالة المنقار، وجود المنقار في العظم؟ هلا غالبا بيعطي ألم بالفقرات الرقبية، ممكن مع الألم يعطي يعني يصير في ضغط على الأعصاب ويعطي أعراض خدر ونمل بالأطراف. نعم، بالأطراف العلوية. أحيانا إذا بالفقرات القطنية ممكن تعطي نفس الأعراض. بالفقرات بالأطراف السفلية أحيانا مناقير المفاصل بتسبب آلام شديدة بالمفاصل. نعم. مناقير أخمص القدم بتسبب ألم شديد بعقب القدم بأسفل القدم. نعم. دكتور، كيف فينا نتعالج من حالة وجود المناقير؟ هلا حسب المنطقة اللي فيها المنقار بالرقبة بيعمل معاملة آلام الرقبة. بأسفل الظهر بالفقرات القطنية يعامل معاملة ألم أسفل الظهر. نعم. المعالجة الروتينية هي تسكين الألم وممارسة الرياضة، تمارين معينة حسب إذا الألم شديد، شدة الألم، انتشار الألم. نعم. في ضعف عضلي. أحيانا بالمناقير بالفقرات يعني بالعمود الفقري ممكن توصل لحد أنه يصير ضغط كتير على الأعصاب، يوصل لحد أنه يحتاج المريض لجراحة. لكن مناقير أخمص القدم اللي هي عادة الناس بتسميها منقار، غير التمارين والتمطيط اللفافة الأخمصية ولبس الأحذية الطبية، ممكن أحيانا يحتاج لحقن كورتيزون، وبعض الأحيان ممكن حتى يحتاج عمل جراحي حال ما تحسن. نعم. دكتور، ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التهاب المفاصل وخاصة الركب؟ التهاب المفاصل مثل ما حكينا هلا، مثل حكاية المناقير، التهاب المفاصل كلمة عامة، لكن أنا بفهم من السؤال إنه التهاب المفاصل اللي هي آلام المفاصل. آلام المفاصل اللي أشيع سبب لها هي التنكس أو هي خشونة المفصل أو بالعامية نقص الزيت بالمفصل. المفاصل الأشيع إصابة هي عادة مفاصل الركب. نعم، مفصل الركبة هو الأشيع إصابة باعتباره مفصل كبير، حركته انزلاقية ومفصل حامل للوزن. نعم. فممكن جدا يتعرض للتنكس، خاصة عندنا بمجتمعاتنا باعتبار يعني ما في هيك هالأوزان المثالية للأسف أوزاننا كلياتها. نعم بشكل عام يعني، زائد ما في نمط الحياة المريح، زائد بعض العادات السيئة الموجودة عندنا، وعدم ممارسة الرياضة، فبيضل عندنا حدوث التنكس أشياء من غيره. بمناطق تانية بمجتمعات تانية ممكن يكون التنكس بالركبة أكتر، بالورك أكتر، لكن نحن عندنا التنكس أو خشونة المفصل عندنا شائع بمفصل الركبة أكثر من مفاصل تانية. نعم. دكتور، علاجه بيكون دوائي أم جراحي؟ هلا هو له 5 درجات. التنكس له 5 درجات: السريرية والشعاعية. نعم. حسب الدرجة ببلش بتسكين بسيط للألم، ممكن ينتهي بتبديل مفصل الركبة، يعني تغيير مفصل الركبة بالكامل. نعم. لكن معظم الحالات تخفيف الوزن، ممارسة تمارين معينة لتقوية عضلات الركبة، وتناول بعض الأدوية ممكن يغني عن عمليات تبديل المفصل. دكتور، ما هو مرض الكساح، أو ما هي الأعمار المستهدفة للإصابة به؟ الكساح هو مرض، هو نقص طبعا السبب الأساسي هو نقص فيتامين د عند الأطفال. ممكن يكون بسبب مرض معين موجود عند الطفل، مثلا الأمراض الكلوية، أسواق الامتصاص بتعمل نقص فيتامين د، بتسبب تقوسات بالعظام عند الطفل، خاصة الطرفين السفليين يعني اجري يعني. فإذا تعالج معظم الحالات معالجته دوائية وسهلة. بعض الأحيان التي لا تستجيب على العلاج الدوائي، طبعا العلاج الدوائي والتعرض للشمس والتغذية الجيدة كل هذا بيساعد على الشفاء. بعض الأحيان البسيطة لما بيصير في عقابيل للكساح وغير قابل للعلاج، ممكن نلجأ غير قابل للعلاج المحافظ اللي هو العلاج الدوائي، ممكن نلجأ للجراحة.
نعم نلجأ لتصحيح محور الطرف. دكتور، خلينا نحكي شوي عن تمزق الغضروف. ما هو سبب حدوث هذا المرض، وهل له علاج غير العمل الجراحي؟ تمزق الغضروف طبعا هي من الإصابات الشائعة عند الرياضيين. ممكن التمزق هذا يكون هامشي بسيط، يعني المريض على أدوية معينة والراحة وتخفيف الجهد وتخفيف الوزن ممكن يستجيب، لكن معظم حالات التمزق عندنا هي تمزقات بغير هامشية، تمزقات واسعة ممكن تحتاج لعمل جراحي اللي هلا عم تسويه عن طريق التنظير، والنتائج ممتازة وممكن يعود لحياته شبه الطبيعية. نعم، المفصل الركبة بعد استئصال الغضروف لا يعود مفصلا كما كان. نعم. لكن ممكن يرجع يعني لحياته شبه الطبيعية. نعم. دكتور، في حال انتكس المرض بعد العمل الجراحي شو هو الحل برأيك؟ اللي هو أهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا في بعض الأخوة عم يسألوا عن رقم الواتساب، هو 0938 280 814، وكمان في عنا الرقم الهاتف الأرضي 429 101، وأيضا عبر البث المباشر بإمكانكم تبعتوا رسائلكم عبر البث المباشر على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك buyerpress/عربي. دكتور، نحن عم نحكي عن تمزق الغضروف، وصلنا في حال انتكس المرض بعد العمل الجراحي، في حل لهذا الشيء؟ نعم. هلا إذا عندك المشكلة بتمزق الغضروف وما انحلت بالعمل الجراحي اللي هو التنظير، ممكن إعادة التنظير مرة ثانية، وعادة يعني قليل ما إذا ما صارت إصابة جديدة يعني إصابة ثانية قليل ما ينتكس إذا تسوى بشكل كويس قليل ما ينتكس الإصابة. حتى إذا حدثت الإصابة للمرة الثانية ممكن جدا إعادة التنظير وإصلاح الغضروف للمرة الثانية، وأحيانا نلجأ لاستئصال الغضروف بشكل كامل في حال كان التمزق مشرشر والتمزق مهتك للغضروف، متهتك تهتك شديد للغضروف، ممكن نلجأ لاستئصال الغضروف بشكل كامل. سوف نعطي المجال لبعض الاستفسارات للأخوة المشاهدين. الأخ حسن عم بيقول ابنتي تعاني من اعوجاج في الرقبة، فما هو الحل؟ هلا اعوجاج بدنا نعرف عمر الطفل، بدنا نعرف عمر الطفل. إذا صغير الاعوجاج هذا خلقي اللي هو نسميه أجل أو تورتيكوليس. نعم. بيتصلح جراحيا في حال عدم الاستجابة لتمارين التمطيط والعلاج الفيزيائي. في حال استجابة للعلاج الفيزيائي وتمارين التمطيط والعمود والمقومات الرقبية فما في داعي للعلاج الجراحي. أما اعوجاج الرقبة الآني اللي هو نتيجة حركة معينة أو ألم معين بالرقبة فهذا علاجه دوائي. نعم. في عنا اتصال على الرقم الأرضي 429 101. مساء الخير. مساء الخير أخي. أهلا وسهلا. كيفكم أخباركم؟ أهلا وسهلا. تسلم. بدنا نسلم على الدكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي، تفضل. بيش كرمك. تشاوي دكتور. يا لا تساوي إبراهيم تساوي. دكتور كابوكا من بريش ولا ششما إصابة خوار. مسورة قرت دكتور جمرقو أغايا احتمال هي تمزق رباط صليبي به. تمزق رباط صليبي. إجا مسورة رانين شاكر أشوم جم دكتور كيلفيد الجنب البلد جمرقو تمزق ثنية. تمزق أكثر هي كفنا. مشش ما استراحة شاكر مرياضة نكر. إجا أنا كي كابوكا من باش بويه. بس شيء نقريس كليت كفن. شاف وقت از نجي خنامة دينا. عند تبجوا كرماتي دي. تمام. ثباتية باشا يعني يقولوا ثابتة قفات خدي قفات تمشيت باص دي ثابتة. وقتها باص دنا باشا بس وقتها شفت كفنا في هذا بس استرخاء شيء بنجمره. إيش شيء؟ تدقى عين ولو تنمل تشيد به وتغذينوك تاني يعني از مطرد بنجي خا ولو بجدينا. تمام. أنا تمام. قلت سؤال تقل باش. أنا أو تمزق رباط صليبي كامل على الأغلب علاج جراحية. نعم. لكن تمزق رباط صليبي جزئي ممكن تقوية عضلات الركبة ولا يحتاج لعلاج جراحي. تقوية عضلات الركبة وإراحة الركبة، يعني مثل ما حكى الأستاذ إنه ريح من الرياضة ممكن جدا يرجع لحياته شبه الطبيعي. الأعراض اللي حكى عنها اللي هي التنمل وهيك غالبا ما لها علاقة بالتمزق الرباط الصليبي، إلا إذا صار عنده نتيجة تمزق الرباط الصليبي صار عنده ضعف بعضلات الركبة اللي هي عضلة مربعة الرأس، هي العضلات الأساسية المحركة للركبة، ممكن جدا يصير. فبنصحه بتمارين تقوية عضلات الركبة، تمارين تقوية. وإذا عنده الرباط ثابت ولو تمزق جزئي موجود بالرباط فما بيحتاج جراحة، فقط يتجنب الأعمال المجهدة، يتجنب الرياضات العنيفة ويعمل تمارين تقوية عضلات الركبة مع تناول بعض المسكنات بيمشي الحال إن شاء الله، ما في مشكلة أبدا. كمان دكتور في عنا سؤال على البث المباشر عم بيقول شو هو سبب عدم الإحساس بأطراف الأرجل؟
هلا بدنا نشوف انه هون يعني المريض ايش قد عمره، المريض عنده امراض معينه اللي غالبا عنده امراض معينه بتسبب التهاب اعصاب في على راس القائمه، بيجي مرض السكري او في عنده مرض عصبي ثاني، او عنده انضغاط على الأعصاب، إذا عنده المشكلة بالفقرات الرقبية، عنده مشكلة بالفقرات الرقبية أو بالفقرات القطنية، كله هذا بدنا فيه. أو أحيانا بعد الأمراض الثانية، أمراض المناعة الذاتية ممكن كمان تعمل هالإحساس هذا. تنمل أو عدم الإحساس بالأطراف هو عرض وليس مرض. بدنا نعرف شو المرض اللي سبب هالعرض هذا حتى نعالجه. نعم. تمام دكتور، رح نجي ما هي الأدوية التي إذا أخذتها الأم الحامل تؤدي إلى إصابة مولودها بقصر في أحد الأطراف، يعني تشوهات خلقية في نسميها؟ كان في قديم. هلا هو معظم الأدوية طبعا الأغلبية الساحقة للأدوية تمنع عن الأم الحامل، لا تمنع يعني في جداول معينة إنه مسموح أخذها، مسموح بحذر، أو جداول معينة أطباء نسائية بيعرفوا أكثر. لكن معظم الأدوية المسببة للتشوهات الأطراف، كان في دواء قديم اسمه التاليدوميد، هذا يعني كان من ميزته إنه بيعمل تشوهات غياب أو قصر بالأطراف. هلا يعني من زمان بطل استخدامه. لكن هون عندنا غير الأدوية، الظروف اللي عم نعيش فيها وأجواء التلوث وأجواء الحرب للأسف الموجودة، والدخان المنبعث من الحراقات وهيك. للأسف بالآونة الأخيرة، بالسنوات الأخيرة صرنا نشوف تشوهات هيكلية بالأطراف العلوية والسفلية أكثر ما كنا بنشوفها من زمان بكتير. في عندنا كمان سؤال على البث المباشر من الأخ درويش عبد العزيز، عم بيقول دكتور عمود الكتف كان في عنده كسر فيه، تمت المعالجة برباط وطاب، بس بعد 3 سنوات عاد الوجع وتحرك العظم فوق العظم. شو هو الحل برأيك؟ شو بتنصحه دكتور؟ عمود الكتف لو إذا قصده هو الترقوي، عادة إذا انكسر مرة ثانية، صار في كسر وكسر مرة ثانية، غالبا علاجه جراحي إذا قصده هو الترقوي. أما لوح الكتف، إذا قصده لوح الكتف، وهون في فرق بين الترقوي ولوح الكتف، فغالبا العلاج محافظ، برجع بيعلق مرة ثانية وبيريح المفصل بتناول أدوية مسكنات، بيمشي الحال. نعم. دكتور، إذا ظهر لشخص غضروف في أسفل القدم، هل له علاج دوائي أم يجب اللجوء إلى العمل الجراحي؟ الغضروف أسفل القدم هو مثل ما بدأت البرنامج حضرتك، هو هذا المنقار. ممكن يكون غضروفي لا يظهر على الأشعة، ممكن يكون عظمي يظهر على الأشعة. أحيانا وجود المنقار لا يعني صار في مشكلة، أحيانا بيكون موجود منقار لكن غير مسبب لالتهاب اللفافي بالقدم. فإذا صار منقار أو حدث التهاب لفافي بدون وجود منقار، مثل ما حكينا علاجه تمارين تمطيط اللفافة الأخمصية، زائد تسكين الألم، زائد لبس الأحذية الطبية، زائد أحيانا نحتاج لحقن الكورتيزون، أو أحيانا هلأ صار في درجة يعني شغلات جديدة، صار في حقن بلازما لأخمص القدم، بلازما بياخذوا من دم المريض، بيثفلوه، بيعزلوا البلازما لحال، وبيرجعوا بيحقنوها بمناطق الالتهاب، منها منطقة أخمص القدم اللي ممكن تستجيب لحقن البلازما. أحيانا بعض الدراسات بتشير إنه أفضل حتى من حقن الكورتيزون. وبعض الحالات اللي ما بتستجيب على العلاج المحافظ الأدوية والحقن، الكورتيزون أو البلازما، بنلجأ للعلاج الجراحي، وهي قليلة جدا. دكتور، في احتمالية أنه يتكرر ظهور هذا الغضروف؟ ممكن يتكرر، ممكن ينكس الألم وليس يتكرر ظهور الغضروف. ممكن ينكس الألم بعد ما تعالج وشوفي بشكل كامل لظروف معينة، جهد شديد، زيادة وزن، ممكن يرجع الألم ويطلع من جديد. نعم. في عندنا كمان سؤال من الأخ عباس، عم بيقول طقطقة الأصابع والمفاصل، هل هذه الطقطقة تؤثر على المفاصل أم لا؟ هلا هي بالعموم عادة سيئة، لكن عادة سيئة. نعم بالعموم عادة سيئة. الطاقة التي تطلع عفوية بدون قصد ليس ما منها مشكلة أبدا، لكن تقصد حدوث الطاقة هي عادة على المدى الطويل ممكن تسبب تنكسات أو تخرب الغضاريف المغطية لسطح المفصل. فبالعموم طقطقة الأصابع أو حتى طقطقة أي مفصل موجود بالجسم ليس بالعادة جيدة. دكتور، في عنا الأخت وداد عم تقول على الواتساب، شو أسباب وجع العظم ما بعد الركبة؟ وجع العظام ما بعد الركبة تحت الركبة. هلا عندنا
منطقة أسفل الركبة. نعم، هي منطقة الساق، هي منطقة معرضة للآلام العظمية نتيجة أن العظم هون غير مغطى بالكتلة العضلية بشكل كافي. بالكردي هستي برشي العظم الجوعان، العظم نعم. لا، فهو بيتعرض يعني إذا تعرض للجهد أو التعب أو الوقوف المديد، خاصة عند مريض عنده نقص كلس، فبصير عنده آلام شديدة. العلاج هون بدعم العظم بالمواد الكلسية والتغذية الجيدة وتجنب الوقوف المديد، تجنب الجهد الشديد، وبالتأكيد تناول الأدوية المسكنة، وإذا في وزن يكون تخفيف الوزن. تخفيف الوزن. نعم. دكتور، متى نلجأ إلى تغيير المفصل، وما هي نسبة النجاح عندنا في سوريا عموما وقامشلو خصوصا؟ تغيير المفصل هو الحل الأخير، هو الطلقة الأخيرة لحل المشاكل. نعم، لحل مشاكل المفصل. تغيير المفصل، الأشياء مفصل بيتغير هون عالميا وليس عندنا. هي مفصل الركبة، النتائج جيدة جدا، ليست ممتازة. إذا اختير جيدة جدا، ليست ممتازة. إذا اختيرت الاستطباب، إذا انتقي الاستطباب هو الداعي لتبديل المفصل. النتائج جيدة، المفاصل تحسنت كتير، كانت نوعيات صارت هلا فيها نوعيات ممتازة. تقبل الجسم لهذه المفاصل أفضل مما كان نتيجة تحسين المواد المصنعة للمفصل، والتقنيات وخبرة الأطباء صارت هلا كويسة، فممكن المريض يستفيد منها. لكن بنرجع بنحكي إنه شرط ينتقى المريض المناسب لتغيير المفصل. يعني مو كل مريض عنده تنكس مفصل ركبة أو تخرب مفصل ركبة صار بده تبديل مفصل ركبة، هو الحل الأخير. نعم. يعني نسبة النجاح عالية جدا. نعم، عالية جدا. بس مثل ما حكينا، يعني إذا بتطبيق شروط تبديل المفصل، هي المفصل الجيد، التقنية الجيدة، المريض المناسب. نعم. دكتور، رح نحكي عن خلع الورك عند الأطفال حديثي الولادة، ما هي أسبابها وطرق العلاج؟ هلا الأسباب خلع الورك طبعا هي أشياء تشوه أو أشياء عيب خلقي بنشوفه نحن بممارستنا اليومية. الأسباب كثيرة جدا، من عوامل هرمونية، إنه البنات معرضة أكثر من الذكور نتيجة وجودهم هرمون معين ينتقل من الأم للبنت، اللي هو ريلاكسين. العوامل الوراثية، إنه بعائلات معينة أكثر من عائلات تانية، بمناطق معينة، بمجتمعات معينة أكثر، وأحيانا العادات السيئة اللي هي مثلا تمهيد الأطفال وهيك ممكن بيساهم بزيادة نسبة الخلع. نعم، نسبتها كل 1000 طفل 1 إلى 2 لكل 1000 طفل، يعني كل 1000 طفل ممكن طفل أو طفلين منهم يكونوا. الذكور أكثر إصابة من الإناث ب4 إلى 5 مرات. الإناث أكثر إصابة من الذكور. نعم، الإناث أكثر. الورك الأيسر لأسباب متعلقة بوضعية الجنين ضمن الرحم، الورك الأيسر معرض أكثر للإصابة من الورك الأيمن، مع احتمال حدوث الخلع بالطرفين. في كمان عندنا استفسار من الأخ أبو كنان، عم يسأل: ابني انكسر إيده من قبل 2 وتمت المعالجة بواسطة الجبسين، ولكن لحد الآن يشعر في بعض الأوقات بآلام في مكان الكسر. هلا قبل كانوا يقولوا في شيء اسمه ذاكرة الكسر، انه كل فترة وفترة بيرجع طبعا حقيقة علميا لا يوجد شيء من هذا، لكن العظم المكسور عادة عظم التهب سمحاقه، وهي الطبقة المغطية للعظم اللي هو السمحاق. ممكن على التعرض للبرد، ممكن على جهد معين، ممكن على حركة معينة ترجع منطقة الكسر، مع انه الاندماج كامل ممكن يرجع الكسر يؤلم، لكن هذا يكون الألم عرضي ولا يدوم. إذا اندمج الكسر بشكل جيد لا يدوم لفترة طويلة. دكتور، في بعض الأحيان يشتكي بعض الأطفال من آلام في العظام وهن بسن مبكرة، يعني في 11 أو فما فوق، ما هي أسباب ذلك؟ آلام العظام عند الأطفال شائعة. في شيء مثل ما حكينا هلا، مثل نظرية ذاكرة الكسر، في شيء اسمه آلام النمو عند الأطفال. هي حقيقة يعني غير مثبتة علميا، لكن لأنها تحدث في سن النمو ربطوا يعني سموها بآلام النمو عند الأطفال. هي غالبا هالآلام تحدث نتيجة الحركة المفرطة، أن الطفل في طور النمو والنشاط والحيوية، والذكور أكثر عرضة من الناس. بصير خاصة بمفاصل الورك، بصير في شيء اسمه التهاب ورك عابر، يعني زيادة مفرزات أو زيادة كثافة بمفصل الورك. بصير في التهاب، بصير هالالتهاب هذا بسبب ألم، وأحيانا حتى بسبب عرج، لكن علاجه بس إراحة المفصل
وتناول الأدوية وبيتحسن بشكل عام. يعني آلام النمو أو الآلام العظمية عند الأطفال سهل تدبيرها ما لم يكن هناك مرض مسبب لهالآلام هي. نعم. دكتور، في عنا الأخ حسام شيخ موسى عم بيقول في ألم بمفاصل اليدين وخاصة عند حمل الأشياء، شو بتنصحه دكتور؟ هلا هو حسب عمر حسام، يعني العمر مهم جدا. هلا اذا في عنده تنكس او مرض معين سبب تنكس او خشونه بمفاصل السلاميات او المفاصل المشطيه السلاميه عنده، يعني مفاصل الايدين، بيكون مشكله. اذا في عنده ضغط على الاعصاب اللي جاي من ايده بيكون في مشكله. اذا في عنده هشاشه عظم او نقص كلس بالعظم بيكون في مشكله. فيعني دائما الم الايد مثل ما حكينا هلا بدك تدور على السبب المسبب لألم الإيد وتعالجه. لكن معظم الآلام الموجودة باليدين سهل تدبيرها سهل تدبيرها، ويعني تدبيرها غالبا طبعا بيكون دوائي زائد تمارين تقوية عضلات اللي هي العضلات اللي بتحرك الأصابع، زائد بعض الأحيان إذا في ضغط شديد ومثبت تخطيط الأعصاب ممكن يكون جراحي وجراحته بسيطة. نعم. نذكر الأخوة المشاهدين والمستمعين أن بإمكانكم إرسال استفساراتكم عبر الاتصال على الرقم الأرضي 429 101، وأيضا عبر رسائل الواتس 0938 280 814، وأيضا عبر البث المباشر على صفحتنا الرسمية buyerpress/عربي. دكتور، رح نحكي عن مرض شائع واللي هو مرض الديسك، كيف يمكننا تفادي الإصابة به؟ هلا ديسكو، يعني ديسكو الاسم الشعبي او العامي فتق النواة اللبية. هلا تفادي الإصابة ما في طريقة تتفادى الإصابة بالديسك 100%، لكن بشكل عام نرجع للمعلومات اللي حكيناها أكثر من مرة خلال هالفترة اللي صرنا نحكي، اللي هي تخفيف الوزن، تجنب الجهد، تجنب الأحمال الثقيلة، تجنب العادات السيئة والحمل الأشياء بطريقة سيئة، وممارسة الرياضة بيكون هي يعني عدم التأخر. يعني إذا بلش عندي ألم بأسفل ظهري هيك ما أتأخر كتير لبين ما أعالج، أراجع طبيب. كل هذا من الأشياء التي تساعد في تفادي حدوث الديسك أو تفادي التفاقم إصابة الديسك، بحيث أنه يكون العلاج دوائي وليس يعني ما نلجأ للجراحة. نعم. دكتور، انحناء عظم العجز أو ما يسمى بالعامية قارتشيك، والتي يعالجها بعض الأشخاص باللجوء إلى بعض الحركات للمريض في جلسة أو جلستين ويشفى المريض، هل هو صحيح وكيف يتعامل معه الطب في هذه الحالة؟ هلا مثل ما حكيت أنت، آلام العجز اللي بتسمى بالعامية بالقارتشيك، بدك أول شيء تعرف تتأكد إنه هذا الألم من عظم العجز، إنه ما في مشكلة أخرى مسببة للألم. ممكن تكون مثلا نواسير شرجية أو خراجات أو كيسات شعرية موجودة بالمنطقة. إذا تأكدت تماما إنه هذا الألم نتيجة مشكلة بالعجز، حكما العلاج ليس بالطب الشعبي، ولو أحيانا بعض الحركات اللي بيسووها يعني ممكن تريح، لكن الراحة تكون آنية. العلاج عادة بتجنب، إذا تأكدنا إنه هذا المرض هو فعلا مثل ما حكيت أنت قارتشيك، تجنب الجلوس، خاصة جلوس مديد في شغلات. أحيانا كانوا يعني يعطوا المريض شيء بيسموه وسادة سوربو، يعني يجلس المريض على شغلة بدون ما يوصل عزم العجز لتحت، تجنب الجلوس على الأماكن القاسية. نفس الحكي، تمارين معينة للظهر وللعمود القطني والعجزي، وتخفيف الوزن، وتناول أدوية مسكنة بيكون كافي. بعض الأحيان ما بيستجيب المريض على كل هدول الشغلات، ممكن حقن منطقة العجز بالكورتيزون. بعض الأحيان القليلة جدا 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 ممكن اللجوء لاستئصال عظم العجز، اللي هو عظم غير محتوى فيه مادة عصبية، يعني عظم لا يوجد فيه نخاع شوكي أو هيك. نعم. دكتور، في عنا كمان أخت عم تقول، يعني عم تستفسر عن تمزق الغضروف في الركبة. نحن حكينا عنه، بس إذا ممكن تمزق الغضروف بالركبة نفس الحكي، يعني إصابة أشع إصابة عند الرياضيين. إذا كان التمزق هامشي وبسيط ممكن الراحة، ممكن الأدوية، تمارين تقوية عضلات الركبة. لكن إذا كان التمزق واسع وسبب شيء بنسميه انعقال مفصل الركبة، اللي هو تحدد الحركة أو طقة الركبة، زائد إعاقة بالحركة بالمشي، زائد عدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل مناسب، هاي الحالات نلجأ للتنظير، اللي هو إنه قبل كنا نلجأ بالطريقة المفتوحة لاستئصال كل الغضروف. هون بنحافظ على الغضروف
بنستأصل فقط المنطقة المتمزقة من الغضروف. دكتور، أنت ذكرت الطب الشعبي، نحن نعرف أنه في أكثر الناس عم تلجأ للطب العربي أكثر من الطب أو الاختصاصي. هل تنصح بالطب العربي للمرضى أكيد دكتور؟ أنا ما بنصح. السبب دكتور؟ السبب هلا الطب الشعبي يعني طبعا نحن نحترم من موروث الآباء والأجداد، لكن الطب الشعبي حسب أنت بدك تعالج كسر أو بدك تعالج مرض. بعض الأحيان معالجة الكسور بشكل خاطئ تسبب الإصابة ويتحول الكسر من كسر بسيط إلى كسر معقد. وصلت فينا يعني شفنا بعض الحالات اللي ممكن يعني حتى يصير في إعاقة دائمة نتيجة معالجة خاطئة لكسر بسيط. نفس الحكي بالنسبة للأمراض وليس الكسور. يعني أحيانا المعالجة الخاطئة لأمراض مثل الديسك وأمراض العجز اللي حكيت عنها هلا ممكن تفاقم الإصابة ويتحول من المريض من مشكلة بسيطة إلى مشكلة معقدة، مع كل الاحترام لبعض الناس اللي عندهم شوية خبرة وعم يشتغلوا بهالمجال هذا. لكن بالعموم الممارسات ليست سوية. مثل ما نحن الأطباء أحيانا عندنا بعض الأخطاء، لكن كنسبة لا تقارن. نعم. أخطاء الطب الشعبي أكيد أكثر بكتير. نعم. في كمان عندنا الأخ أبو ميديا عم يسأل: دكتورة، عندي رجلي اليمين عم توجعني من فوق لحتى الأصابع، مرات ما عم حس بأصابعي، دكتور شو بتنصحه؟ هلا غالبا بيكون في عنده ضغط يعني على الأعصاب اللي رايحة من العمود القطني لطرف السفلي للإجر. غالبا هي أعراض نظريا أعراض ديسك. نعم. بده ينفحص من قبل طبيب جراحة عصبية أفضل من طبيب الجراحة العظمية بهيك حالات، وغالبا بيحتاج لإجراء طبقي محوري أو رنين مغناطيسي لنشوف هذا الديسك، هذا الضغط على العصب كبير، علاجه محافظ أو علاج جراحي. دكتور، ضل عنا آخر سؤال: هل استعمال إبر الديكسا الخاصة بالتحسس أثر على العظام، وما مدى تأثيرها؟ الديكسا هي كورتيزون طبعا. نعم. الاستعمال الخاطئ لأي دواء هو مضر. الاستعمال الخاطئ لأي دواء هو مضر. هون الكورتيزون سلاح ذو حدين، دواء مفيد جدا وبنفس الوقت ممكن يسبب أزيات شديدة. هون الكورتيزون يعني الاستعمال الخاطئ له ممكن يسبب هشاشة عظم، ممكن أحيانا بصير في شيء بالورك بنسميه نخرة مفصل ورك، اللي هو نقص تروية موضع برأس الورك. فبشكل عام لا الكورتيزون ولا الديكسا ولا أي دواء تاني ما بنصح باستعماله بشكل عشوائي، مع أنه بيعطي راحة، لكن هذه الراحة قد يكون ضريبتها كبيرة. دكتور، في عنا كمان سؤال على الواتساب من الأخت ميرفت، عم بتقول: عم عاني من وجع مفاصل برجلي، عمري 22 سنة، يعني مو بالعادة يصير معي هيك. نعم. شو بتنصح دكتور؟ هلا يعني العمر مو كبير. الألم بالركبة ولا هو بمفصل الكاحل ولا هو بالساق ولا هو بالقدم، يعني فحص المريض ضروري جدا لحتى نعرف منطقة الإصابة ونعرف السبب الحقيقي للإصابة ونعالج. لكن بهالأعمار أعمار الشباب اللي هي 22 سنة عادة بتكون مشكلة بسيطة. نعم. وبإجراءات بسيطة بتنحل المشكلة تماما. دكتور، في كمان عنا سؤال على البث المباشر من الأخ روني إبراهيم، عم بيقول: بعد العملية بالركبة مع التنطوي، مع أنه عملنا حركات فيزيائية كتيرة لمدة أكثر من سنة ورجع تجمع فيها المي، شو بتنصحه دكتور؟ هلا هون نعرف ليش تجمع المي. هلا للأسف بعض الأحيان بيكون في التهاب غشاء زليلي، اللي هو الغشاء المبطن لمفصل أو المغطي لمفصل الركبة. إذا في عنا هالمشكلة هي يعني للأسف بيصير في تحدث شديد بحركات الركبة. هالتحدث أحيانا بيكون أو الإعاقة بحركة الركبة أحيانا بيكون تحدث بسيط وأحيانا بيكون تحدث معيق. إذا تحدث بسيط و يعني غير معيق للممارسة اليومية الحياة اليومية ما في مشكلة أبدا. لكن إذا تحدث شديد حكما بده يعني نعرف السبب الحقيقي، إذا هي مشكلة بالغشاء الزليلي، إذا هي مشكلة بالعظام أو الغضاريف المغطية لسطح العظم بالركبة اللي هي أو مشكلة بالعظم أو مشكلة بغضاريف الركبة، فبدو نعرف السبب الحقيقي لهالإصابة هي. لكن معظم حالات الانصباب الناكس، أنا هون بفهم الأخروني إنه يعني إنه في عنده انصباب ناكس، معظمها بيكون في التهاب الغشاء الزليلي الركبي، مو بكل
أحيانا للأسف الشديد تنحل المشكلة بشكل كامل. نعم. في كمان عندنا آخر سؤال ما شاء الله أن المشاهدين عم يبعثوا استفساراتهم. دكتور بنتي عمرها 12 سنة تشكو من آلام القدمين وخاصة بس تلعب أو تتعب شوي، علما أنه نحن شايلين اللوزات من 7 سنين. ما له علاقة شيلة اللوزات أبدا له علاقة يعني شيلة اللوزات هي هون بس بدي استغل هالفرصة هي انه مو كل آلام المفاصل هي نتيجة التهاب اللوزات. التهاب اللوزات بيعمل شيء بنسميه اذا تكرر كثير بيعمل شيء بنسميه حمى رثوية اللي هي بتعمل آلام العظم، لكن بتعمل التهابات العظم، لكن معظم الحالات الالتهابات العظم عند الأطفال ليست ناتجة عن اللوزات، ونادرا نادرا نادرا جدا بيحتاج المريض التهاب لاستئصال اللوزات بسبب مشكلة مفصلية، نادرا جدا. نعم. هون حالات الطفلة هي اللي حكيت 12 سنة غالبا هي الآلام اللي حكينا عنها هي آلام النمو، آلام فرط الحركة، أحيانا آلام نقص الكلس، وعلاجها مثل ما حكينا قبل شوي. في كمان عندنا الأخ ياسر محمد دكتور عم بيقول بس شيء ثقيل عم يوجعني ركبتي. ما بعرف. نشوف ليش هلا ممكن ياسر ممكن يكون عنده تنكس بمفصل الركبة، ممكن يكون عنده إصابة غضروفية بالركبة، ممكن يكون عنده إصابة غشاء زليلي بالركبة، ممكن يكون عنده التهاب أربطة بالركبة. بده ينعرف السبب ويتجنب الأحمال الثقيلة. نعم. السلامة والشفاء للجميع إن شاء الله. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة سوى أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور لازقين حسن، أخصائي بالجراحة العظمية وخريج جامعة دمشق، على تواجده وحضوره معنا اليوم. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لكم، شكرا لكل مستمعي إذاعة بير FM، شكرا لاستماعكم. وجزيل الشكر لكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين، على أمل أن نلقاكم بخير وعافية في الأسبوع المقبل. وأيضا تحية لطاقم العمل على حسو وشيرين تيلو. من هنا إلى حلقة قادمة، أنا محمد عيسى أحييكم وفي أمان الله.